السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة أسماء أبو زيد. هنشرح مع بعض النهاردة مديول الباوربوينت للتحول الرقمي فيرجن 3. قبل ما ابدا معاكم في شرح المديول، انا بس حابه اقول لكم عن لينك احنا موفرينه هيساعدكم كتير جدا على اجتياز امتحان التحول الرقمي بسهوله من اول مره. اللينك ده عباره عن فيديوهات بنشرح فيها مديولات التحول الرقمي، هي نفس الفيديوهات الموجوده على اليوتيوب ولكن حاطينها كلها سواء كانت المفتوحه او المغلقه. احنا طبعا كنا شارحين كل المديولات قبل كده، هتلاقوها على القناه. هو اي نعم فيرجن 3، بس احنا دلوقتي بنحاول نعيد معاكم الفيديوهات بصورة محدثين فيها الشرح اكتر، ولكن برضو هيبقى فيرجن 3. اللينك عليه الفيديوهات كلها بتاع الدكتور اسماء ابو زيد وكمان دكتور محمد العطار. احنا الاتنين حاطين فيديوهاتنا على نفس اللينك لان احنا بنشرح من نفس المادة العلمية، فحاطين الاتنين بحيث تقدروا تتفرجوا على الطريقة اللي تناسبكم في الفهم. اللينك مش بس عبارة عن فيديوهات، ده كمان عبارة عن بنوك اسئلة، وبنوك الاسئله دي تكاد تكون اهم كمان من الفيديوهات. ليه؟ لان الفيديوهات بندربكم على جزء فقط من الاسئله اللي جت في الامتحانات، لكن بنوك الاسئله بتكون شامله جميع الاسئله اللي جت في الامتحانات اخر التحديث. وبتبقى كمان عن فيها ميزه اضافيه على شكل اختبارات تجريبيه علشان تبتدوا تحلوا بايديكم مره واثنين وثلاثه. ده بيعودكم على شكل ونظام الامتحان، وفي نفس الوقت بيخليكم تثبتوا الاسئله في دماغكم من غير ما تلجأوا للحفظ. فكل الناس اللي اخذت اللينك وكانت حريصه انها تتدرب على كل بنوك الاسئله وتحلها كلها، الامتحان ما شاء الله ما بيخرجش منها وبيتقفلوا المواد. فحضراتكم لو محتاجين اللينك هيساعدكم كتير. ممكن تتواصلوا معانا على الخاص على الواتساب على الرقم اللي انا سايباه في السلايد الاولانيه دي، اللي هو 012 8 6395711، اللي هو رقم دكتور اسماء ابو زيد. هقدر ابعت لكم اللينك بس بعد دفع اشتراك رمزي جدا جدا جدا. واللينك بيفضل معاكم لمده شهر من تاريخ الاشتراك. ومش بس احنا بنبعت لكم اللينك، لا ده احنا كمان بنفضل متابعين معاكم لو حد عنده اي استفسار او اي حاجه مش فاهمها بنشرحها له. فدي كانت نبذه بسيطه عن اللينك. نبتدي بقى مع بعض النهارده نشرح مديول الباوربوينت. اول حاجه قبل ما ابدا في تفاصيل الباوربوينت لازم اعرف حاجه اسمها اعدادات عامه لعرض الباوربوينت. يعني ايه اعدادات عامه؟ يعني بعض الملاحظات اللي انا لو عملتها بيها الباوربوينت بتاعي هيبقى جذاب ومنسق. يعني مثلا اول حاجه بالنسبه للخط اللي انا هستخدمه في العرض التقديمي، انا طبعا لما اجي اكتب حاجه بتبقى مكونه اللي هو العنوان والنص. فالعنوان لازم يكون اكبر من النص، فاحنا عشان بس نحفظ الارقام، ال 24 نص ال 48، يبقى اذا حجم النص بيكون نص حجم العنوان. خلاص كده. طب نيجي بقى عند ايه التانية اللي هي ما هي القاعدة المنصوص عليها للمقدار القياسي للمحتوى عرض تقديمي تعليمي. يعني انا لو عايزة اعمل محتوى تعليمي، فاذا يفضل ان عدد السطور ما تزيدش عن 6 سطور، وكمان السطر نفسه ما يزيدش عن 6 كلمات. طبعا يا جماعة دي بعض الملاحظات لو عملت بيها هتبقى افضل حاجة، ولكن انا ممكن عادي اشتغل زي ما انا عايزة. بيقول لي هنا ما هو تباين الالوان الموصي بها لعرض تقديمي تعليمي. ايه الالوان اللي انا لو استخدمتها هتكون كويسة؟ اللي هي الالوان اللي فيها تباين واضح. يبقى كلما زاد التباين كلما زاد الوضوح. بعد كده يقول لي يفضل شرائح الباوربوينت، يفضل ايه؟ تجنب خلط الصور المرسومة مع الصور الفوتوغرافية يعني المصورة. نفس الكلام تجنب استخدام كثير من الصور، وتجنب وضع صورة مماثلة لخلفية الشريحة. اخر حاجة اعرفها في الاعدادات العامة اللي هي برنامج الباوربوينت، اللي انا اقدر اشغله ازاي. اقدر اشغل الباوربوينت على اجهزة متنوعة زي الكمبيوتر او الهواتف الذكية. وبرنامج الباوربوينت ده كمان بيستخدم لعرض الصور والرسومات البيانية والنصوص، مش بس صور. من احدى طرق انشاء الباوربوينت كمان اللي انا اقدر افتحه من الكيبورد، اضغط على مفتاح ويندوز 10. لما افتح ويندوز 10 هيفتح لي قائمة، القائمة دي فيها كل برامج الاوفيس، فانا لو عايزة اختار الباوربوينت هختاره وبالتالي هيفتح لي البرنامج. فدي اعدادات عامة. نمسك بقى دلوقتي البرنامج نفسه. اول ما افتح برنامج الباوربوينت دي هتكون الواجهه، وهنبتدي دلوقتي نطبقها عملي عشان تكون واضحه اكتر معاكم. في الواجهه هنشوف 7 حاجات. هنشوف ايه في واجهه الباوربوينت؟ عندي حاجه اسمها شريط العنوان، وده بيتضمن عنوان العرض. يعني انا الباوربوينت لما اجي افتحه بسميه اسم معين، فده اسمه عنوان العرض. فبيظهر فين؟ بيظهر فوق هنا اسم الايه الباوربوينت.
طب تاني حاجة شريط التبويبات، تحت بالظبط شريط العنوان هنلاقي فيه شريط مليان تبويبات كتير، ده اسمه شريط التبويبات او الريبون. ده بيتكون من عدة علامات تبويب، وكل تبويب بها مجموعات او اوامر. احنا دلوقتي هنطبقها عملي مع بعض، هنعرف يعني ايه تبويبة ويعني ايه مجموعة والاوامر بتكون موجودة فين. رقم 3 عندي حاجة اسمها جزء الشريحة، اللي هو الجزء اللي فيه العلامة البيضاء الكبيرة دي. ده الجزء اللي انا بشتغل عليه، ابتدي اضيف فيه الصور او النصوص او الرسوم البيانية. طب عندي حاجة اسمها جزء الشرائح، ده بيكون على يمين او على يسار الباوربوينت على حسب اللغة اللي انا بستخدمها. ده بيبقى اسمه جزء الشرائح. يعني ايه؟ يعني انا مثلا الباوربوينت بتاعي مكون من 10 شرايح، فهو بيظهروا لي هنا بس بصورة مصغرة، يبقى هيستعرض الشرائح فيه بشكل صور مصغرة لنتمكن من إعادة ترتيبها والتنقل بينها. يعني ممكن أخلي الشريحة رقم 3 هي رقم 1، يبقى أعيد ترتيب الشرائح، أو حتى أتنقل بينها بصورة سريعة. عندي رقم 5 هقدر أشوفها في الواجهة بتاعتي، جزء الملاحظات، وده بيكون أسفل جزء الشريحة. يعني الشريحة احنا قلنا الجزء اللي هنشتغل فيه تحتيه في زي صندوق أو مربع، ده اسمه جزء الملاحظات، من خلاله أقدر أكتب كومنت أو تعليق. ده مش بيظهر وقت ما انا اعرض الشريحه، ولكن لما اجي اقدم البرزنتيشن بتاعتي بيظهر للي بيقدم، ما بيظهرش للي بيتفرج على البرزنتيشن. ده بتفكروا ببعض البوينتس اللي هي المفروض يقولها وهو بيعرض الباوربوينت بتاعه. طب رقم 6 عندي حاجة اسمها شريط الحالة، وده بيكون موجود أسفل الباوربوينت، وده بيعطي معلومات عن العرض التقديمي. يعني إيه معلومات؟ يعني بتقول لي العرض التقديمي فيه كام شريحة، فيه كام كلمة، وبعض المعلومات الأخرى. وكمان بيعمل لي حاجه اسمها تحديد طريقه عرض الشريحه وتحديد نسبه التكبير. انا هنلاقي دلوقتي واحنا بنطبق مع بعض عملي في 3 طرق لعرض الشريحه، في اللي هو طريقه ملء الشاشه، وفي الطريقه اللي هي بتبقى كذا شريحه جنب بعض وهكذا، وهنشوفهم مع بعض. وكمان هنلاقي في حاجه اسمها نسبه التكبير، بتبقى من 0 ل 100%، بقدر اكبر واصغر الشريحه زي ما انا عايزه. واخر حاجه هنشوفها في الواجهه بتاعتنا عندي حاجه اسمها عرض المخطط التفصيلي، دي بتكون بالظبط جنب جزء الشرائح. في جزء الشرائح هنلاقي عندي 2 بوتون، زرين، زر اسمه جزء الشرائح، ده ما بدوس عليه بيظهر لي الشرائح في صوره مصغره زي ما قلنا مسبقا، وجنبيه بوتون تاني اسمه عرض المخطط التفصيلي، ده لما بدوس عليه بيظهر لي الشرائح بس على شكل عناوين، يعني من خلاله اقدر احرر او اكتب عناوين للشرائح. نيجي بقى نشوف مع بعض عملي اهو يا جماعه، او مفتح برنامج الباوربوينت ده اللي بيظهر لي. يلا سريعا كده نراجع مع بعض. شريط العنوان اهو بيكون فوق في اسم الفايل اللي انا شغاله عليه. رقم 2 شريط التبويبات تحتيه على طول، ده اسمه تبويبه. يعني ايه؟ عندي حاجه اسمها قائمه ملف، بعد كده الصفحه الرئيسيه دي تبويبه، ادراج دي تبويبه، تصميم دي تبويبه. وخلي بالكم يعني لازم نكون ملاحظين ان لما بدوس على كل تبويبه بتتغير الحاجات اللي تحتها. ليه؟ لان كل تبويبه ليها وظيفه معينه. نفس الكلام انتقالات وحركات وعرض الشرائح ومراجعه وعرض، كل دي تبويبات خاصه ببرنامج الباوربوينت. تمام؟ طب جوه كل تبويبه في عندي حاجات متقسمه كده، دي اسمها مجموعات. يبقى انا تبويبه الصفحه الرئيسيه فيها مجموعه اسمها الحافظه، ومجموعه شرائح وخط وفقره ورسم وتحرير. جوه كل مجموعه هنلاقي مجموعه من الاوامر. يبقى جوه مجموعه شرائح اللي جوه تبويبه الصفحه الرئيسيه هنلاقي فيها اوامر تخطيط واعاده التعيين وشريحه جديده وهكذا. يبقى احنا لما يقول لي تبويبه ابقى عارفه مكانها فين، لما يقول لي مجموعه اكون عارفه شكلها ومكانها فين. قلنا المجموعه ده جزء من التبويبه، والاوامر ده جزء، او الاوامر دي جزء من ايه؟ من المجموعه، يعني هي بتبقى موجوده جوه المجموعه. تمام؟ جزء الشرائح ده اللي هو بيكون موجود هنا يا جماعه، هنا الشرائح وهنا المخطط التفصيلي اللي هو رقم 7. تمام؟ الشرائح دي زي ما احنا شايفين بيعرض لي الشرايح اللي انا محضراها في البرزنتيشن بتاعتي بصوره مصغره. ده بيعمل ايه؟ بيسهل لي التنقل بينها، وفي نفس الوقت بيخليني اقدر اعيد ترتيبها زي ما انا عايزه. طب في جنبها حاجه اسمها المخطط التفصيلي، وهي دي رقم 7 اللي قلت لكم عليها. ده لما بدوس عليها زي ما انتم شايفين بيظهر لي الشرايح بتاعتي كعناوين. يعني عندي الشريحه رقم 1 العنوان بتاعها اسمه باوربوينت فمكتوبه. طب الشريحه رقم 2 هي جواها محتوى ولكن انا مش مخصصه لها عنوان. طب انا عايزه اكتب لها عنوان، ممكن اكتب العنوان اللي انا عايزاه فيتكتب في الخلفيه، وممكن ما اكتب لهاش عنوان. يبقى اذا الجزء ده هو الغرض منه
هو اللي انا اقدر احرر عناوين للشريحة، وفي نفس الوقت كمان ان هو بيخليني وانا بعمل اعداد للباوربوينت اركز على المحتوى نفسه بعيدا عن التنسيقات والصور، فهو بيساعدني ان انا اخلص الباوربوينت كمحتوى. لكن جزء الشرائح بيعرض لي كل حاجة، المحتوى والصور والتنسيقات وكل حاجة. تمام. نرجع بقى ايه، نشيل كل اللي احنا عملناه عشان نشتغل والدنيا تكون منظمة. تمام يا جماعه. بعد كده عندي خامس حاجه جزء الملاحظات، وهو ده الجزء اللي انا قلت لكم عليه، ده اسمه جزء الشريحه اللي انا شغاله فيه وبعمل فيه المحتوى. تحتيه حاجه اسمها جزء الملاحظات بكتب فيه اي كومنت انا عايزاه. بعد كده شريط الحاله ده بيكون تحت اهو، بيقول ان الباوربوينت بتاعي بيتكون من 22 شريحه، وانا دلوقتي شغاله على شريحه رقم 3، وبيقول لي ان اللغه بتاعتي كذا. نيجي كمان هنا التكبير والتصغير، ماينس بصغر وبلس بزود، وهنا يقول لي نسبة التكبير بتاعتي 70%. وقلنا كمان ان هو بيحدد ايه، بيحدد طرق العرض. هي دي طرق العرض يا جماعة، في عندي كذا طريقة للعرض، في وضع عرض ملء الشاشة، وهنا عرض القراءة، ودي حاجة اسمها فارز الشرائح، بيقدر يعرض لي كذا شريحة مع بعض في نفس الوقت. تمام، احنا كده خلصنا الواجهة بتاعت الباوربوينت. يبقى احنا نراجع مع بعض واجهة الباوربوينت. طبعا احنا شغالين على اصدار 2019، في عبارة عن قائمة ملف وتبويب الشريط الرئيسي وتبويب ادراج وتبويب تصميم وانتقالات وحركات وعرض الشرائح والمراجعة وعرض، وهندرس كل حاجة فيها بالتفصيل. تمام يا جماعة، دلوقتي بقى نشتغل مع بعض. عندنا قائمة فايل، ودي اللي هي قائمة ملف، وأول حاجة هندرسها مع بعض بالتفصيل. نفتح بقى ونشوف عملي علشان بعدين لما نيجي نقرأ يبقى احنا فاهمين ايه اللي موجود. عندي هي قائمة ملف، بدوس عليها بتظهر لي الأوامر دي. فيها ايه؟ فيها حفظ وحفظ باسم وفتح وإغلاق، وفيها معلومات وطباعة وتعليمات وخيارات، في حاجات كتير. دلوقتي نمسك حاجه حاجه بالترتيب عشان ما نتلخبطش. حفظ يعني ايه؟ حفظ يعني انا دلوقتي فاتحه ملف باوربوينت عادي، تمام، وابتدي اضيف عليه محتوى ورسوم بيانيه وصور وايا كان الحاجه اللي انا عايزه احطها. طب بعد ما خلصت شغل عايزه احفظ الملف بمنتهى السهوله، ادوس حفظ، يبقى من قائمه ملف ادوس حفظ. او ممكن ايه، ممكن من الواجهه فوق، احنا قلنا عندي حاجه اسمها شريط عنوان بيظهر فيه عنوانه، في عندي حاجه على ايدينا اليمين هنا زي ما احنا شايفين اسمها شريط وصول الادوات السريعه. دي في مجموعه من الادوات بقدر من خلالها برضو انفذ اوامر سريعه، بدل ما لسه هدخل على قائمه فايل اللي هي قائمه ملف واختار حفظ، لا ده انا ممكن ادوس على دي وهي اسمها حفظ. طب هي عندي حاجه اسمها حفظ باسم. حفظ باسم يعني ايه؟ انا دلوقتي فاتحه برضو ملف باوربوينت، تمام، وعملت شغل عليه وعايزه اغير الاسم بتاعه وعايزه اغير مكانه. يبقى اذا الهدف من حفظ باسم تغيير اسم الفايل من هنا، اسم الملف بدل ما اخليه باوربوينت عربي 2026 ممكن اخليه اي اسم انا عايزاه تاني، وكمان اغير المكان بتاعه من خلال بختار المكان اللي انا عايزاه على الكمبيوتر. مش بس كده، القائمه دي فيها ميزه ومهمه جدا وهناخدها بالتفصيل، حاجه اسمها حفظ كنوع. يعني ايه حفظ كنوع؟ انا بقدر اغير في امتداد الملف وبناء عليه بيتغير شكل ونوع الملف، وهناخدها دلوقتي بالتفصيل. هي عباره عن قائمه بفتحها كده بيبقى فيها كذا حاجه. عندي حاجه اسمها بي دي اف، يعني ممكن احول الفايل بتاعي لملف بي دي اف، وهناخد يعني ايه ملف بي دي اف، يعني يحصل له تجميد. ونفس الكلام في كذا نوع من انواع الباوربوينت، في حديث وفي جديد وهناخدهم بالتفصيل. يبقى احنا عرفنا حفظ باسم فيها ايه، فيها كذا حاجه ومهمه. طب في بقى معلومه برضو هتجيلنا دلوقتي في الاسئله، انا لما اجي اعمل باوربوينت لاول مره جديد، فاذا الحفظ والحفظ باسم هيكونوا الاتنين واحد سواء. ليه بقى؟ لان انا لسه جديد، فلما اعمل له حفظ كده كده هيتحفظ في مكان معين باسم معين. هي لو عملته حفظ باسم هيتحفظ باسم معين في مكان معين، ده لما يكون باوربوينت جديد. طب لما يكون باوربوينت قديم هتفرق. لما يكون باوربوينت قديم واعمل فيه تعديل، لما ادوس حفظ هيتحفظ في نفس المكان بنفس الاسم. لكن لما ادوس حفظ باسم فكده ممكن اغير في الاسم بتاعه وممكن اغير كمان في المكان بتاعه. فدي معلومة مهمة عشان هتجيلنا شوية في الاسئلة. تمام، نيجي بعد كده فتح ده بستخدمها لما انا بكون عايزه افتح ملف باوربوينت موجود مسبقا، يعني كنت عاملاه قبل كده بس عايزه افتحه اهو، بدوس فتح بيبتدي يعرض لي الكمبيوتر بتاعي. ساعتها بدخل مثلا على الديسك توب وبجيب الملفات اللي انا عاملاها مسبقا بتاعه الباوربوينت.
طب ايه تاني؟ في عندي حاجه اسمها اغلق، لو انا عايزه اغلق الملف. ومعلومات دي اللي هي اصلا الواجهه اللي احنا واقفين عليها، دي فيها معلومات كتيره عن الباوربوينت من حيث حجمه وعدد الشرائح والشرائح المخفيه والعناوين والتعليمات، وفيها اي معلومه انا عايزاها تخص الباوربوينت. في اخير طبعا ده بيفتح لي اخر ملف باوربوينت انا اشتغلت عليه وجديد، لو انا عايزه افتح باوربوينت جديد طباعه، لو عايزه اطبع الباوربوينت، ودي برضو هنجيلها بالتفصيل. هنا اختار عدد النسخ، وهنا اختار الطبعة نفسها، وهنا عايزة اشوف اطبع الملف كله، مش هحدد شريحة معينة، لكن لو عايزة اطبع شريحة معينة هكتب مثلا شريحة رقم 2. طب عندي هنا الالوان، يعني انا ممكن هنا اطبع الملف بتاعي او الباوربوينت باسود وابيض او تدرج رمادي او ملون، باي الوان انا عايزاها. ودي نخلي بالنا منها لان بتيجي في الاسئله، هيقول لي ينفع يطبع الباوربوينت بابيض واسود فقط؟ هقول له غلط، ده انا ينفع اطبعه ايه بالوان. في عندي حاجه اسمها حفظ وارسال، في عندي حاجه اسمها تعليمات، وتعليمات دي مهمه جدا. فيها تعليمات خاصة بالباوربوينت. يعني ايه وظيفة القايمة دي؟ وظيفتها ان انا لما عايزة انفذ امر معين في الباوربوينت ومش عارفة، او في حاجة اداة معينة عايزة استخدمها في الباوربوينت ومش عارفاها، ممكن استعين بقائمة التعليمات، وهي ساعتها تقدر تقولي ان الاداة بتاعتك في المكان الفلاني او الخطوة دي بتتعمل كذا. تمام. وعندي حاجة اسمها خيارات، الخيارات دي من خلالها بقدر اظبط في بعض اعدادات الملف، ومن خلالها بقدر اعمل حاجة مهمة جدا ودي هتجيلنا في الاسئلة، تغيير اللغة. بدوس على اللغة هنا، ومن هنا بقدر ايه اشوف اللغات المتاحة على الباوربوينت. فهنا عندي العربي، كده كده دي اللي احنا شغالين عليها العربي. ممكن اضيف لغة انجليزي واخليها هي اللغة بتاعة البرنامج، فبدل ما انا شغالة على العربي هيشتغل ايه انجليزي. تمام. ودي من اهم الحاجات اللي هتجيلنا ان شاء الله في الاسئلة خاصة بقائمة خيارات. في حاجة أخيرة عايزة أنوهكم عنها، المعلومات فيها حاجة مهمة جدا برضو لا يخلو منها امتحان، وهي كلمة المرور. يبقى أنا لو عايزة أعمل كلمة مرور للباوربوينت بتاعي أعمله منين؟ من أمر معلومات أو قائمة معلومات الموجودة داخل قائمة ملف. هلاقي في حاجة اسمها حماية العرض، لما بدوس عليها ابتدي ايه اعين كلمة مرور للتشفير باستخدام كلمة مرور، من خلالها ساعتها اقدر اعين كلمة مرور على الملف ومش اي حد هيعرف يفتحه. فاحنا كده قلنا سريعا الحاجات اللي هي خاصة بقائمة قائمة ملف او قائمة فايل. هنقرأها مع بعض سريعا دلوقتي في بعض السلايدات الجاية. السلايد اللي بعد دي على طول يا جماعة مهمة جدا، لانها بتقولي ازاي اقدر افتح بعض الاوامر الخاصه بقائمه فايل بس من الكيبورد. يلا نقراها بقى مع بعض ونركز فيها. بيقول لي هنا ايه؟ قائمه ملف. لو انا عايزه اعمل كلمه مرور للملف زي ما قلت لكم من معلومات، يبقى من معلومات حمايه للملف كلمه مرور. وكمان لو انا عامله كلمه مرور ممكن الغيها من نفس المكان. طب فتح يعني بالانجلش open اختصارها open. يبقى لو عايزه افتح ملف باوربوينت هدوس من الكيبورد كنترول زائد او. وفتح دي زي ما قلت لكم لفتح عرض تقديمي محفوظ سابقا، ويمكن فتح كمان اكثر من عرض تقديمي في نفس الوقت، ده عادي جدا. في عندي جديد دي قلت لكم بنستخدمها امتى؟ لما ابتدي افتح ملف جديد. هنا بقى في جزء مهم جدا، في عندي حاجه اسمها قوالب خاصه بالباوربوينت. تعالوا نشوفها كده مع بعض. لما بدوس على جديد دلوقتي ممكن افتح عرض تقديمي فارغ، او ممكن اعمل حاجه اسمها نماذج القوالب، وممكن اعمل حاجه اسمها نسق، وممكن استخدم قوالب. دي يعني ايه؟ يعني انا بستخدم قوالب جاهزه خاصه بالباوربوينت زي الاشكال دي يا جماعه. دي كلها قوالب جاهزه ممكن استخدمها عشان اعمل عرض تقديمي. يبقى لما اجي اعمل جديد ممكن انشاء قوالب تصميم مخصصه انا اللي اعمل القالب وابتدي اشتغل عليه، يا اما اعمل حاجه اسمها تنزيل قوالب تصميم مجانيه، او اثبت الملف. بعد كده عندي حفظ اللي موجوده جوه قائمه ملف. حفظ بالانجلش يعني سيف، وسيف بدايتها حرف اس، يبقى اختصار سيف هيبقى اس. يبقى لما اجي اعمل سيف من الكيبورد ادوس كنترول زائد اس. والاختصارات دي يا جماعه مهمه جدا جدا جدا. برضو لحفظ الملف بصيغه مختلفه، عايزه احفظ الملف بصيغه مختلفه من F12. طب لو عايزه احفظ الملف
على اون درايف هيبقى عنده ميزة ان انا اقدر افتح العرض من اي مكان، وحاجة اسمها تضمين الملف. بعد كده حفظ باسم، ودي احنا فتحناها مع بعض، قلنا من خلالها اقدر اغير اسم الملف او اقدر اغير المكان بتاعه، وكمان اغير الامتداد بتاعه. في عندي حاجة اسمها طباعة، دي يمكن طباعة الشرائح والتعليقات بالوان وبالتدريج الرمادي وبالابيض واسود، ودي مهمة وبتيجي في الامتحانات. في عندي حاجة اسمها تصدير الملف كفيديو، ينفع اصدره لفيديو. ونسخ العرض التقديمي على قرص مضغوط، ينفع اعمل كوبي او نسخة على قرص مضغوط. افتح قائمة تعليمات من كيبورد ازاي، من F1. وخيارات بستخدمها عن طريق ليه بقى، للتحكم في الحفظ التلقائي. يمكن تغيير مكان ومدة الحفظ التلقائي وتغيير اللغة. تغيير اللغة وريتها لكم، يعني ايه حفظ تلقائي؟ يعني انا بدل ما اعمل بنفسي سيف للملف، ممكن في حاجة او ميزة موجودة في الباوربوينت، حاجة اسمها الحفظ التلقائي، ان هو بيحفظ لوحده بعد وقت معين الملف. يعني مثلا انا ممكن اصلا اتحكم في المدة بتاعته، اخليه كل 5 ثواني يعمل سيف، او كل دقيقة يعمل سيف لوحده للملف. ايه ميزه الحفظ التلقائي؟ انا لو نسيت اعمل سيف هو يعمل ده. لو الكهرباء قطعت هو هيعمل حفظ تلقائي، فاذا بيحافظ لي على المحتوى بتاعه من الضياع، فده الميزه بتاعته. تمام. هنا بيقول لي بالنسبه للحفظ باسم، مش احنا قلنا ممكن نغير في امتداد الملف؟ يعني ايه امتداد الملف؟ يعني نوع الملف. عايزين بس نعرف حاجه، ان باوربوينت برزنتيشن زي ما احنا شايفين PPT، يبقى باوربوينت برزنتيشن اختصارها PPT، هو ده الامتداد بتاع الباوربوينت. لكن في بعض الاضافات بتضاف عليه فبتغير من الوظيفه بتاعته. فانا عندي حاجه اسمها، وبرده قبل ما اشرح في حاجه عايزه اقول لكم عليها، اكس يعني اصدار جديد، مفيش اكس يبقى اصدار قديم. فطالما عندنا الاساسيات دي هنعرف دلوقتي بسرعه نلم موضوع الامتدادات. اول امتداد عندي اقدر احفظ بيه ملف الباوربوينت هو PPTX. قلنا PPT اختصار باوربوينت برزنتيشن، دي ما فيهاش حاجه. اكس يعني اصدار جديد، يبقى انا هحفظ ملف الباوربوينت بتاعي كملف باوربوينت، ولكن باحدث ايه اصدار. تعالوا نقرا مع بعض. يقول لي الحفظ العرض التقديمي باحدث تنسيق عرض تقديمي، والامتداد او التنسيق الافتراضي لحفظ الملف الباوربوينت هو التنسيق الافتراضي، ولكن بقى ايه، بسيفه او بحفظه باحدث تنسيق. طب نيجي عند حاجه اسمها PPT اللي هو باوربوينت برزنتيشن، بس هنا مفيش جنبها اكس، يبقى هحفظ العرض التقديمي بس ايه، الى اصدار سابق او قديم. نيجي هنا PPSX، خلي بالكم هنا اس مش تي. اس يعني ايه، اختصار شو، يبقى باوربوينت شو اختصارها BBS. واتفقنا لو جنبها اكس يبقى جديد، ما جنبهاش اكس يبقى ايه، قديم. تعالوا نقرا مع بعض. BBSX باوربوينت شو، اس يعني شو، هيبقى حفظ الملف كملف عرض، يعني هيبقى عباره عن ملف معروض قدامي، مش هقدر اعمل عليه اي تعديلات. يبقى في البي بي تي كان ملف باوربوينت، وبالتالي اقدر اشتغل عليه اي تعديل، احط ملف، احط نص، او احط صوره، او ايا كان اللي انا عايزه ايه اعدله. لكن اس يعني شو يعني عرض، وبالتالي هيخلي الملف بتاعي معروض وغير قابل للتعديلات. هيقول لي حفظ الملف كملف عرض مناسب للاصدارات الحديثه طبعا لو في اكس. طب هنا BBS باوربوينت شو مفيش اكس، يبقى هحفظ الملف كملف عرض عشان شو، ولكن مفيش اكس يبقى الى اصدار ايه، قديم او سابق. طب الPDF كلنا طبعا عارفين حاجه اسمها يعني ايه PDF، يعني انا بجمد المحتوى بتاعي. يبقى الباوربوينت بجمده في صوره PDF، وبالتالي لا يمكن التعديل عليه باي شكل كان. تعال نقرا مع بعض. يقول ايه، يتجمد التنسيق والتخطيط عند حفظ العرض التقديمي كملف PDF، لا يمكن اضافه صوره او نص او تعديله، اكثر قابليه للتبادل والمشاركه، يمكن عرض الشرائح بدون الباوربوينت. خلاص بيبقى ملف PDF. نيجي عندي حاجة اسمها عرض تقديمي كملف فيديو، ممكن احفظه كملف فيديو. نخلي بالنا يا جماعة ما بين MP4 و MP3. MP3 هتجيلنا دلوقتي في الاختيارات، هيخيرني ما بين MP3 و MP4. هتحفظي الفيديو بايه؟ طبعا ب MP4. ليه؟ لان ال MP3 دي خاصة بالمحتوى السمعي فقط. يعني لو في اوبشن اصلا انا احفظه ك MP3 هيسيف لي الملف ك عرض سمعي فقط، ولكن ليس فيديو ولا صورة ولا اي حاجة هقدر اشوفها بعيني.
عرض ايه سمعي فقط لو ام بي 3، وبالتالي هتكون دي الاجابه الخطا. يبقى عشان اسيف العرض التقديمي كملف فيديو هيبقى ام بي 4. هنا يقول لي يمكن حفظ العرض التقديمي كملف فيديو. اقصى جوده متاحه على الباوربوينت لحفظ الفيديو هي الكي اتش دي 4 كي اتش دي. تمام. وهنا هنختار التنسيق ام بي 4 او دبليو ام في وليس ام بي 3. طب حفظ ملف العرض كصوره، احنا عارفين كلنا جي بي جي يعني صوره، عارفين الاختصار ده. بس مش بس جي بي جي، عندي حاجه اسمها جي اي اف. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الجي بي جي بحفظ ملف العرض التقديمي بتاعي كصوره على شكل جي بي جي، ده بتكون صوره ثابته. اما لو عايزه احفظه على شكل صوره متحركه يبقى هختار تنسيق الجي اي اف. عندي حاجه اسمها قالب او تمبلت. مش انا يا جماعه لسه من شويه قلت ان انا ممكن اصلا افتح ملف باوربوينت وانا بنفسي ابتدي اعمل تمبلت، يعني اعمل تنسيق وقالب للملف. التنسيق اللي انا عملته ده انا ممكن اسيفه كقالب واستخدمه بعدين لاي باوربوينت استخدمه. يعني بدل ما استخدم قالب جاهز، لا ده انا عملت قالب وسيفته بحيث اي باوربوينت انا عايزه اشتغل عليه استخدمه، فينفع اعمل كده. طب لو عايزه اسيفه تمبلت كقالب استخدم امتداد ايه؟ بي او تي اكس. يبقى حفظ تنسيق وتخطيط العرض التقديمي لاستخدامه لاحقا او للاخرين لاستخدامها. امتداد ايه؟ بي او تي اكس. نفتكر التي بالتمبلت يعني قالب، والحفظ التلقائي اللي هي اوتو سيف او الاستيراد التلقائي اللي انا لسه قايله لكم عليها، ده حفظ الملف العرض التقديمي تلقائيا على فترات منتظمه، هو اللي بيحفظ بدل ما انا كل شويه ادوس سيف. يلا بقى نشوف الاسئله اللي جت على الجزء اللي احنا شرحناه. اول سؤال معايا اللي هو بيكون اختياري، حفظ العرض التقديمي باحدث تنسيق. قلنا احدث يا جماعه واحنا مغمضين، هو عباره عن ايه؟ اكس على طول. عرض تقديمي نختار الحفظ بامتداد. هو هنا عايز يحفظه كعرض تقديمي، ما قاليش غير كده. وباحدث تنسيق يبقى انا هختار ايه؟ بي بي تي واكس عشان احدث تنسيق. تمام. سؤال رقم 2، لحفظ العرض التقديمي الى اصدار سابق. قلت اصدار سابق او قديم يبقى مفيش اكس. من باوربوينت نختار الحفظ بامتداد ايه؟ بي بي تي من غير اكس. بعد كده يقول لي يتجمد التنسيق. اول ما اشوف كلمه يتجمد وانا مغمضه بي دي اف. تعالي نكمل السؤال. يتجمد التنسيق والتخطيط عند حفظ العرض التقديمي كملف ايه؟ بي دي اف. لحفظ العرض التقديمي كملف فيديو نختار حفظ بامتداد ايه؟ ام بي 3 ولا ام بي 4؟ ام بي 4. قلنا ام بي 3 محتوى سمعي فقط. يمكن تغيير مده الحفظ التلقائي للعرض التقديمي من خلال ايه؟ من خلال قائمه ملف. احنا اصلا كل شرحناه قبل كده على قائمه ملف. فاذا لو انا عايزه اغير في مده الحفظ التلقائي يبقى قائمه ملف وانا مغمضه. ما هي وظيفه خاصيه تحويل البي دي اف في الباوربوينت؟ ايه غرض منه؟ حفظ العرض التقديمي بتنسيق البي دي اف وتجميد المحتوى اللي جواه. طب يقول لي هنا لحمايه محتوى العرض التقديمي، طبعا اعمل له باسورد او كلمه مرور، اعداد كلمه المرور. يمكن حمايه ملف الباوربوينت بكلمه مرور من خلال قائمه ملف. اظن الاسئله سهله وبسيطه جدا جدا جدا. هنا بيقول لي سؤال صح وغلط. الامتداد الافتراضي لملفات العروض التقديمية هو البي دي اف. غلط يا جماعة. احنا قلنا الامتداد الافتراضي لملفات عروض الباوربوينت بالراحة. باوربوينت بريزنتيشن قلنا اختصارها بي بي تي. بعيدا عن اكس او مفيش اكس، هو ده العرض هو ده الايه؟ الامتداد الافتراضي بي بي تي مش بي دي اف. يبقى الاجابة خطأ. لحفظ شرائح ملف العرض التقديمي بحيث يمكن تعديلها لاحقا يتم تخزين الملف بامتداد جي بي جي وجي او جي اي اف. لا، احنا قلنا دول بستخدمهم لو عايزه احول العرض لصوره. لا، انا لو عايزه اعدل بقى على الملف هحفظه بامتداد البي بي تي اكس او البي بي تي اكس بي بي تي او البي بي تي اكس. صح كده؟ يبقى الاجابه هتكون خطأ. النوع الأكثر شيوعا من صيغ الصور المستخدمة في العروض التقديمية عبر الإنترنت هو الجي اي اف. احنا قلنا الجي اي اف هو ايه؟ الرسوم المتحركة أو الصورة بتكون متحركة، ودي بتكون عبر الإنترنت، فالإجابة هتكون صحيحة. أقصى جودة لتصدير الفيديو هي 1080 بكسل فول اتش دي. الإجابة غلط. احنا قلنا ايه؟ 4K اتش دي. لحفظ العرض التقديمي لعرض هنختار باوربوينت بريزنتيشن بي بي تي اكس.
الاجابه هتكون خطأ. ليه؟ لانه قال لي العرض. يعني ايه عرض؟ يعني بالانجلش شو، وشو اختصارها اس، يبقى بدل ما يكون بي بي تي اكس هتكون بي بي اس اكس، فالاجابه هتكون غلط. هنختار بي بي اس اللي هي اختصار باوربوينت شو لحفظ كملف عرض مناسب للاصدارات الحديثه. هو فعلا كملف عرض، ولكن مش للاصدار الحديث. لو كان حديث كان هيبقى فيه جنبيه اكس، فالاجابه هتكون خطأ. حفظ العرض التقديمي للعرض يكون بالامتداد PowerPoint Presentation BBTFX. اكيد غلط، لان احنا اصلا مش ما خدناش اي حاجه فيها اف دي. تمام. يمكن تعديل النصوص بملف مخزن بامتداد BBSX. الإجابة خطأ. ليه يا جماعة؟ عشان احنا قلنا اس دي اختصار شو، وبالتالي هحفظ العرض كشو، كملف للرؤية للعرض فقط، وطالما للعرض فقط ما ينفعش اعدل عليه، فهنا بيقول لي يمكن التعديل، فهتكون الإجابة غلط. لا يمكن طباعة العرض التقديمي بألوان مختلفة، وإنما يتم طباعته باللون الأسود فقط. الإجابة غلط. لا عادي، ينفع ألوان، ينفع أبيض وأسود، وينفع تدرج رمادي. اختر النوع بي بي اس اللي هو اختصار باوربوينت شو لحفظ الملف كملف عرض سابق من الباوربوينت. السؤال كله صح ومفهوش غلطة إلا حاجة واحدة. انا الامتدادات يا جماعه بكتبها كلها بالايه، بالسمول، فهنا قال لي بي بي اس وحاطط لي الاس كابيتال، في الاجابه غلط. المفروض تكون الاس هنا ايه، سمول. طبعا ده يا جماعه الرابط اللي انا قلت لكم عليه. اصلا الرابط لما نيجي نفتحه هنلاقي منظم جدا، وهيساعدكم على يعني تلموا بالماده العلميه الخاصه بالتحول الرقمي بسهوله قوي. اول ما نفتح الرابط هنلاقي فيديوهات لشرح دكتور اسماء ابو زيد، وفيديوهات شرح دكتور محمد. وبرده اول ما تفتحوا الفايل ده المديولات منظمه برده جوه بطريقه مميزه قوي. بعد كده كتب المجلس الاعلى للجامعات اللي هي اصلا اللي احنا بنشرح لكم منها بس بعد التلخيص والتركيز على النقط المهمه، حاطينه ده استرشادي للي حابب يطلع عليه. في عندي بي دي اف اسمه بنك الاسئله التجريبيه، هو ده البي دي اف اللي جواه البنوك الاسئله والاختبارات التجريبيه اللي المفروض تتمرنوا عليها. في عندي فيديو عاملينه اسمه طريقه مذاكره التحول الرقمي العربي. طبعا احنا عاملين لينك للعربي ولينك للانجليش، تقدروا برضو تفتحوا الفيديو بحيث يقول لكم كل مكون من مكونات اللينك ازاي تستفيدوا منه اقصى استفاده. وهنلاقي برضو مراجعه ليله الامتحان، ده بي دي اف مجمع لينكات فيها مراجعه ليله الامتحان، بنسلط لكم الضوء على اهم الاسئله اللي انتوا لازم تركزوا عليها قوي قوي، لان نسبه كبيره هتجيلكم في الامتحان. وفي عندي ملخص التحول الرقمي، ده بي دي اف فيه الاسئله بس على شكل بي دي اف بحيث برضو تتمرنوا عينيكم عليها. نكمل مع بعض الأسئلة. بيقول لي لا يوجد فرق بين الأداتين حفظ وحفظ باسم عندما يتم حفظ الملف لأول مرة. الإجابة 100% صح، وقلت لكم على الحتة دي وأنا بشرح. من خلال الأمر طباعة، يمكنك طباعة الشرائح أو النشرات أو صفحات الملحظات. الإجابة صح. امتداد حفظ ملف العرض التقديمي كصورة هو الجي بي جي. الإجابة صحيحة، صورة يعني جي بي جي. يمكن تغيير مكان الحفظ التلقائي لملفات الباوربوينت. الإجابة طبعا صح. لحفظ شرائح ملف العرض التقديمي كصور متحركة، قلنا صور متحركة وانا مغمضة يبقى جي اي اف، يبقى يتم تخزين ملف بامتداد جي اي اف. الإجابة صح. يمكن حفظ تغيرات العرض تلقائيا في الباوربوينت. الإجابة برضو صحيحة عن طريق حاجة اسمها الأوتو سيف أو الحفظ التلقائي. يمكن حماية ملف الباوربوينت بكلمة مرور. الإجابة صح. من معلومات. إذا كنت تريد التحكم في خيارات تصدير الفيديو حدد الملف ومنها انقر على تصدير. الإجابة صحيحة. يمكن حفظ الشرائح كقوالب قابلة لإعادة الاستخدام. الإجابة صح. يمكن حفظ ملف العرض التقديمي على اون درايف للحصول إليه من أي جهاز ومن أي مكان. الإجابة صح. اسئله يا جماعه سهله جدا جدا جدا، انا طبعا بمر عليها مرور سريع لان انا قلتها بالتفصيل وانا بشرح. وبكده يا جماعه نكون خلصنا معاكم الجزء الاولاني من شرح مديول الباوربوينت. المره الجايه ان شاء الله هنكمل مع بعض تبويب الشريط الرئيسي. زي ما انتم شايفين احنا بنشرح لكم الجزء وبعدين بنجيب لكم جزء من الاسئله. طبعا في اسئله كتير تانية موجوده معانا ولكن في بنوك الاسئله، فعشان كده مهم جدا جدا تتمرنوا عليها، ودي هتكون من خلال اللينك. واتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح.